أهلا بيكم. كتير مننا أكيد زهق من كلمة دايت والتجارب اللي ما بتوصلش لحاجة. عشان كده الشرح ده معمول مخصوص عشان الموضوع ده. النهاردة هنعرف مع بعض إزاي نحسب السعرات الحرارية بطريقة بسيطة جدا وفعالة، ودي صدقوني أهم خطوة عشان الواحد يقدر يتحكم في وزنه بجد. يلا دينا نبدأ. عايزكم بس تتخيلوا معايا الإحساس ده للحظة، إن الواحد يصحى الصبح يقف على الميزان ويلاقي الرقم نزل، أو يلاقي اللبس القديم بقى واسع عليه. شعور بالثقة بالنفس كده بيرجع تاني. ده مش حلم بعيد على فكرة، ده الهدف اللي ممكن جدا نوصله لما نفهم اللعبة صح. بصوا بقى، الموضوع كله، اللعبة كلها بتبدأ من هنا، من كلمة واحدة: السعرات الحرارية. دي ببساطة وحدة قياس الطاقة اللي في الأكل. يعني لما الجسم ياخد طاقة أقل من اللي بيحرقها، طبيعي هيبدأ يخسر دهون. فهم المعادلة البسيطة دي هو المفتاح. وخلينا نتفق، دي مش دعوة للحرمان خالص، دي دعوة للفهم والتحكم. ومحدش يقلق خالص، الموضوع مش معقد زي ما ممكن يكون بيبان. احنا هنفتح السر ده طريقتين بساط وفعالين جدا. واحدة فيهم دقيقة جدا، والتانية سريعة قوي للي عايز يبدأ من دلوقتي حالا. تمام، يبقى كده عندنا طريقين. الطريق الأول هو الطريقة الدقيقة، ودي طبعا الأفضل للي بيدور على أفضل النتائج على المدى الطويل. والطريق التاني هو الطريقة السريعة، ودي ممتازة كنقطة بداية فورية، تدينا رقم كويس نبدأ بيه من النهاردة على طول. طيب خلينا نبدأ بالطريقة الأولى اللي هي الطريقة الدقيقة، ودي هنستخدم فيها أداة بسيطة جدا ومتاحة لكل الناس أونلاين، اسمها حاسبة السعرات الحرارية، أو زي ما بيقولوا عليها الكالوري كالكوليتر. الموضوع كله حرفيا 3 خطوات، مفيش أسهل منهم. الخطوة الأولى هنفتح جوجل ونبحث عن حاسبة السعرات الحرارية. الخطوة الثانية هندخل شوية بيانات بسيطة. والخطوة الثالثة والأخيرة، الموقع هيعمل كل الحسابات لوحده وهيطلع لنا الأرقام المخصصة لينا. بسيطة اهي. طيب إيه هي البيانات اللي الحاسبة دي بتطلبها؟ هم 5 حاجات أساسية: السن والنوع والطول والوزن الحالي، وآخر حاجة هي مستوى النشاط. ومستوى النشاط ده المقصود بيه يومك عامل إزاي. هل أغلب اليوم قليل الحركة زي شغل المكاتب، ولا متوسط يعني في حركة وماشي، ولا نشاط عالي لو في تمرين رياضي منتظم؟ لازم نختار الأنسب لينا. وأحلى حاجة بقى في الحاسبة دي إنها مش بتدي رقم واحد وخلاص، لا، دي بتوضح اختيارات. يعني هتقولك محتاج كام سعر عشان تحافظ على وزنك الحالي، وكام سعر عشان تخسر وزن بشكل بسيط وتدريجي، وحتى كام سعر لو عايز تخسر وزن بشكل أسرع شوية. بتدي كل الخيارات. طيب ماذا لو حد مستعجل وعايز يبدأ حالا من غير ما يدخل على مواقع ولا يعمل أي حاجة من دي؟ هل في حل؟ أكيد في طريقة تانية سريعة جدا وممتازة كنقطة بداية، اسمها قاعدة 30. طب إيه هي قاعدة 30 دي؟ ببساطة شديدة هي معادلة حسابية سهلة قوي بتساعدنا نقدر السعرات اليومية المطلوبة عشان نوصل للوزن المستهدف. هي طريقة تقديرية لكنها فعالة جدا في البداية. المعادلة بقى بتقول إيه؟ بسيطة جدا. الوزن اللي بنستهدفه بالكيلوجرام هنضربه في 30، بس كده. الوزن المستهدف في 30، دي المعادلة اللي هتدينا نقطة البداية بتاعتنا. وعشان الصورة توضح أكتر، خلينا ناخد مثال عملي. هنفترض إن في شخص هدفه إنه يوصل لوزن 90 كيلو. مش مهم وزنه الحالي كام، المهم الهدف اللي عايز يوصل له هو 90. هنعمل إيه؟ بكل بساطة هنطبق المعادلة بتاعتنا. هناخد الوزن المستهدف اللي هو 90 كيلو ونضربه في 30. النتيجة هتكون كام؟ 2700. طيب يعني إيه الرقم ده؟ معناه إن الشخص ده محتاج ياكل تقريبا 2700 سعرة حرارية في اليوم عشان جسمه يبدأ رحلة الوصول لهدفه اللي هو وزن 90 كيلو. لكن ودي نقطة مهمة جدا، لازم نعرف إن الرقم ده هو رقم تقريبي. هو نقطة بداية ممتازة، مفيش كلام، عشان الواحد يبدأ فورا. بس عشان نخطط على المدى الطويل وناخد أدق النتائج، طريقة الحسبة اللي شرحناها في الأول هي اللي بتتفضل الأفضل والأدق. تمام قوي. دلوقتي كل واحد فينا بقى معاه طريقة يحسب بيها سعراته. لكن أكيد السؤال اللي بيدور في دماغنا كلنا دلوقتي هو: طيب وبعدين الخطوة الجاية نعمل إيه بالرقم ده؟ الحقيقة إن في كام دقيقة بس إحنا قدرنا نلاقي الرقم السحري اللي يعتبر بداية أي رحلة لخسارة الوزن. إن الواحد يكون عارف الرقم ده في حد ذاته إنجاز كبير ونقطة انطلاق قوية جدا. وهنا بقى بيجي السؤال الأهم. دلوقتي بعد ما عرفنا الرقم، إزاي نستخدمه بذكاء؟ إزاي نترجم الرقم ده لأكل حقيقي على مدار اليوم من غير ما نحس بجوع أو ملل؟ لأن المعرفة هي أول خطوة، لكن التطبيق الذكي هو ده اللي بيجيب النتائج.